اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مازن مقطع جديد. في مقطع النهاردة بداية سلسلة جديدة على القناة، وهي سلسلة لعبة ماين كرافت. قبل ما نبدأ متنساش انك تعمل لايك، تفعل زر الجرس، وتقول كذا في الكومنتات لو عجبك وعايز الفيديو ده يوصل 5 لايكات عشان اعرف ان السلسلة عجبتها واكتر منها. وبس كده، يلا بينا على الفيديو الجديد، ويلا بينا على السلسلة. ودي اول حلقة. واقترحوا لي برضو اسم السيرفر اسمه جيمر كرافت. بس لو عندكم اسامي احلى للسيرفر اقترحوها عليا تحت في الكومنتات. وبس كده، يلا بينا نبدأ عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. دلوقتي الحاجة الاساسية اللي بتتعمل في ماينكرافت، وهي اي حاجة بتتعمل، ان البني ادم المحترم يبدأ يجمع خشب. ليه البني ادم يبدأ يجمع خشب؟ ليه بقى كده اهو؟ ليه؟ عشان الشجرة تكون معلقة. ده اللي احنا هنكتشفه بعد مرور الوقت، ان الشجرة معلقة مش شغالة. فانا هقفل السيرفر. طب يا شباب، هنا كنت رجعت لكم تاني. انا قلت الشجرة معلقة، اكيد يعني الشجرة هتبقى معلقة، لان ما مش طبيعي دون يعني. دي كده 4 خشبات. احنا بس عايزين نعمل الاساسيات في اول حلقة القصصية. عايزين نجيب الكرافتنجانة، ملهاش اي لازمة هادي، حقيقة ما إلها اي ازمة. هاتلي كام استوكاية مين؟ احنا بنشتري هدوم. استوكاية مين؟ ربنا يا ابني يهديك يا ابني. في اختراع معاك اسمه اكس خشبة مس كسر بك. ايوه خنزير مصدر الوكل الوحيد اهو. في بقرة هناك. تعالي يا بنت، تعالي يا بنت. ايوه كده حاجة غريبة. ثانية واحدة. ما انا قلت البقرة ما نزلتش لحم ازاي؟ يا سلام بقى لو لقينا خرفان، تبقى اجمل بداية في العالم. انا عمري اروح الجهة التانية. ما حدش يقول لي اعمل قارب، عشان ما بعرفش امشي بالقوارب في المية. فرخوخة، دبحة صغيرة. اسف ليكي جدا يا استاذة فرخة على الدبحة اللي ما يصحش ان انا اذبحها لك دي. ذبحنا الفرخوخة ذبحة لا تصح ان نذبحها الها. بقروقة اهي، بقرورة. تعالي يا بنت، هو يا بقرة. لو انت قاعد لغاية دلوقتي بتتفرج وما ضغطتش على الزرار الاحمر اللي تحت ولا ضغطت على اللايك، يا ريت تعمل اللايك والاشتراك عشان تساعدني استمر وتساعد الدعم عندي في القناة ان هو يكبر. وان شاء الله بيكم هنوصل لل1000 مشترك، وال2000 وال3 وال4 وال5 وال6، وهنوصل لكتير من الالافات المشتركين. بس طول ما انت دعمك معايا، وخد بالك انت مش هتتكهرب لو دوست على زرار اللايك، لا بالعكس، ده زرار اللايك بيساعد في نشر الفيديو وفي فهم الفيديو، وان الفيديو يطلع ويوصل لناس اكتر. فانت كده بتساعدني، ده انت بتساعدني في القناة. فيلا متنساش اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تساعدني اكبر القناة. بس هتلاقي خلفان يا رب وانا ماشي. بس بعد ما خدنا اخر خشبة في الشجر، وحلو والله حلو بداية النهاية اهي. حلو واو. مفيش خرفان تانية؟ طيب كويس ان انا تلاقيت خروف واحد. حلو. في خنزير اهو قتلته. ايه ده؟ منزلش لحم. هل هذا جد؟ مش مهم.
يا رب بس ايه هتلاقي خروفين كمان. عايز خروفين كمان، خروفين كمان. يقتلوا الفرخة جت تبيض هنا وتجيب فراخها، وبعدين نقوم احنا عاملين فيها كده اهو. ده ايه ده؟ حلو الكهف ده. ممكن ان شاء الله في الحلقة الجاية من ماينكرافت هنلعب حرب البناء. الحال خروف ابيض، خروف تاني اهو، خروف تاني اهو. يا مسهل الحال يا رب. تلاقينا خروفين، فاضل خروف واحد عشان اقدر اعمل صفاية، بس يكون ابيض، ما ينفعش يكون اي لون تاني، لازم يكون الخروف ده ابيض. ادي بقرة اقتلها. في لاجة يا جماعة اهو. يا نهاري، كل ده اكل معايا، كل هذا اكل؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا يصح يا مان؟ عارفين لو كنت وقعت الوقعة دي حاليا كان زماني موت من غير ما انط في الماء. يطلع اطلع بينا 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 كده 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 كده. اطلع كده. دورلك على خروف ابيض، خروف ابيض، خروف ابيض. ناكل بس الاول. تصدف الخروف الابيض دلوقتي. ناكل الاول، ناكل ثم ناكل. انا مضطر اكل الوكل الني ليش؟ عشان خاطر هو كده. هقوم الناحية التانية وبالمرة اجيب لي ستون. برضو عايزة اجيب ستون عشان اعمل فيرنس دي كلاب صح؟ انا لو ضربتكم هتفترسوني، فبلاش هضرب حد فيكم. خلونا ناس طيوبة. شباب الوحاء، انا دلوقتي هجمع ستون كتير ستون كتير. ايه ده؟ احنا كده مش في ستون اصلا، ده مش ستون نهائي يا شباب. انا رحت فين؟ لا، اطلع بتاعي، اطلع تاني. الدنيا بتليل. بدأت اخاف يا شباب، معرفش ليه، بس طالما الدنيا بتليل يبقى في حاجة هتحصل. خليك واثق من كلامي، هتلاقي كمية وحوش رهيبة. زي اقول لكم انا الاساس، انا اسمه ايه ده، وادي الليل اجا والوحوش كلها ما شاء الله عليها. طب شباب، احنا كنا عاملين جبن فيرتوري وانا مت من الوحوش كلها، فيلا بينا نكسر الخشب. يلا بينا نكسر. انا شباب حاولت اوقف لكم وانا بحلل ده عشان ده هياخد مني وقت طويل، لان ماينكرافت دي معرفش فيها التحكم غبي خالص. لا مستكين بحالهم. شباب احنا محتاجين الليل يلاقي يصبح، او هتلاقي خروف تالت. يعني يا الدنيا تبقى صبح يا تلاقي خروف تالت. دي أمنية حياتي. مش هعمل بيت، انا هقعد ادور على خروف. ابعد بسرعة، انا هاجري من الجزيء. شباب احنا هنطلع كده. ادي واحد كده. نطلع 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 نطلع. يا رب اتلقى خروف. ادي زومبي اهو، زومبي نوايا شعر مع كريبرات.
والدنيا جميلة جدا 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 يا شباب. الدنيا اجمل دنيا بص هتشوفها في حياتك. بص خش عيش في الريلم بتاعي 5-6 دقايق وهتشوف احلى. الحمد لله النهار طلع، النهار طلع، الحمد لله. شباب احمدوا الله واشكروه معايا ان النهار طلع. احمدوا الله وثم نشكر. نحمد الله ثم ايه، دي نحلة لو ضربناها واستفزناها هتجيب لنا نحل الدنيا والاخرة كله يجري وراها. ده حلو. خدوا بالكم انا كده رحت منطقة كويسة جدا عشان دي جزيرة اصلا كبيرة اوي، فممكن اتلقى فيها ايش اخر خروف انا عاوزه. ادي فرختين اهو، واحدة بتجري التانية بتجري برضو، بس هنجيبهم. ادي فرخة كمان، فرخة تانية. انا عايز اسال خروف، انا مش هني الحلقة الا لما تلاقي خروف، ماليش فيه. يلا هو كده بقى. هو كان مصر ان عايز اطلع خروف، ماليش فيه. وفي في خنزير ب3 ضربات بالسيف ده بيموت. انا معرفش السيف الحديد صراحة كام ضرب، لا ده ضربتين بصراحة. معرفش السيف الحديد كام ضربة وبيموت. تعالي بس كده يا بنتي، بقرة تعالي وانا هعضك. تعالي انت كمان. هي الحمد لله ربنا نصرني. اهو 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 تعالى 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 تعالى. ايوه الحمد لله. رسميا نقدر نعمل السرير في الوقت الحالي. رسميا نقدر نعمل اي السرير في الوقت الحالي. هنعمله هنا ثم ننهي الحلقة بعد عمل السرير. احنا واحد ايوه خشب ايوه. وهناخد من هنا ريسبون بوينت 6. تعالى الاول قبل ما ننهي الحلقة ننام. يو كان سليب ات نايت. امال احنا ايه يا باشا؟ احنا بالليل اهو. اوكي مفيش، ده اللعبة معلقة جد لغاية. بس ناكل، بس ناكل حتى اللحم الني مش مكفي. التلات لحمات دول يا سيدي اما نشوف اخرتها ايه. بصوا شباب عشان مش عايز خرفان. ادي خروف، ادي 2. في تاني على الجزيرة؟ لا بس لقيت خروفين جنب بعض برضه. اوكي يلا بينا ننام. ما ينفعش برضه ولا هتقولي وبس كده. اقدر اقول لكم ان دي هتكون نهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش انكم تضغطوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتقابلوا لي كومنت حلو تحت باستمرار او اي حاجة وبس. يعني ساعدوني عشان اكبر القناة وبس. سلام سي يو واشوفكم الحلقة الجاية باذن الله.